أهلا بيكم في حلقة جديدة من مسلسل صيادة بمشرط. تبدأ الحلقة بمشهد بنت صغيرة من ذكريات سيهيون تنظف دم مليان على الأرض، يدينها ملوثين بالدم وتشوف بصماتها الحمرة على الجدار والأرض، وفي لحظة مرعبة ترجع لها ذكريات عنف قديم ما نسته. ينقلب المشهد بسرعة للشارع، الشرطة مسكرة المكان والصحفيين مسوين زحمة. جريمة ثالثة، جثة مقطعة ملفوفة بكيس بلاستيك ومرمية على طرف الرصيف. الناس مفجوعين والخوف مسيطر على الجو. جونغ هيون يوصل لمكان الحادث، يعاين الجثة ويفحصها زين. يلقى خيط أحمر مربوط بالجثة، نفس الخيط اللي كان بالجريمة اللي قبل. يصرح أن القاتل غالباً هو نفسه، والنمط متكرر وواضح. نروح لسيهيون وهي بمكتبها مع مساعدتها، يتكلمون عن فرشاة التنظيف اللي استخدمت بالجريمة. تسأل عن تحاليل التربة، والمساعدة تقول أن الطبيب ما كملهم للحين وما يرد على مكالماتها. فجأة تدخل طبيبة وتبلغها أن المدير يبيها فوراً. بمركز الشرطة جونغ هيون يوقف قدام رؤسائه يحاول يقنعهم أنها جريمة متسلسلة، بس هم يقولون أنه يبالغ ويمكن مجرد تقليد. هو متمسك براية وما يبي يتراجع. يجي تصريح التشريح فيروح يركض على معهد الطب الشرعي. هناك مدير المعهد يوبخ سهيون ليه التحاليل تأخرت، ويأمرها تتواصل مع الطبيب وتاخذ القضية منه. وهي تحاول تتصل فيه، يوصل جونغ هيون ويقول لها إنه لقوا جثة جديدة، وقبل ما ترفض يقول إنها فيها نفس الخيط الأحمر. يطلب منها بسرعة إنها تبدأ بالتشريح، وفعلا تقبل. تبدأ عملية التشريح. سيهيون تركز إنها تطلع بصمة واضحة من الجثة. تلقى أصابع مربوطة بخيط أحمر، وتلقى أصبع مقطوع داخل كيس. تفحص البصمة وتكتشف إنها تطابق شخص مفقود، وهي تبين إنه مين هو؟ زميلهم اللي مات بالحلقة اللي فاتت. الصدمة تضرب سيهيون وجونغ هيون لما يعرفون إن مين هو الجثة اللي قدامهم. ينتقل بينا المشهد للسيد شوي راكب دراجته بالحديقة، يشوف شرطيين ويساعدهم يركبون لافتة. ترجع الكاميرا لسيهيون وهي جالسة قدام جثة زميلها الطبيب يدخل المدير ومساعدته، وهم مانهم مصدقين الخبر. يطلبون منها تتعاون مع الشرطة في التحقيق، بس الإدارة تضغط عليها تقفل قضية نام سيونغ هيوب، ولكن هي ترفض وتصر إنها تعيد فحص السموم بدقة. الضغط يزيد والوضع يصير مشحون. جونغ هيون يبدأ يحقق مع سيهيون بصفتها آخر وحدة شافت الطبيب قبل موته. فريق التحقيق يبدأ يفحص كاميرات المراقبة، يوصلون لسيارة مشتبه فيها من موقع الجريمة السابقة. يجهزون لمداهمة بيت صاحبها علشان يربطون الأدلة. سيهيون تروح تستلم نتائج التحاليل، ويقولها الدكتور إنه الجثة فيها مادة تسبب ارتخاء عضلي قوي وتسبب تسمم قاتل. جونغ هيون وفريقه يكثفون جهودهم، وأخيراً يحصلون على رقم سيارة القاتل اللي نقل فيها ضحاياه. يرجع المشهد لسيهيون تسترجع ذكريات قديمة من طفولتها. ثم نرجع للمحققين، يوصلون لبيت المشتبه فيه، بس يشوفهم ويهرب، وتبدأ مطاردة المجرم. بينما سيهيون تراجع تقارير التشريح، تلاحظ شريط لاصق غريب على جزء من الجثة. ترفع قطعة منه وترسلها للفحص الجنائي عشان يقارنوه مع شريط اللاصق اللي في القضايا السابقة.
بعد مطاردة طويلة ينجح الفريق ويقبض على المشتبه به في جرايم القتل، وبحركة رياضية حلوة من جونغ يون يخليه بالأرض، ومعها تنتهي المطاردة. بعد التحليل تتأكد سي هيون إن البصمة متطابقة وترجع لها ذكريات طفولتها، المحل، الدم، الصراخ، وندرك فجأة إنها هي البنت الصغيرة اللي شفناها ببداية الحلقة، ونستنتج إنه القاتل هو أبوها. لا تنسوا تحطوا لنا متابعة ولايك وتعليق يا غوالي.